هو الملك فاروق كان ملك ظالم فعلا ولا التاريخ هو اللي شوهه بصورة مش كويسة؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة دي. جاهزين؟ يلا بينا. فاروق فؤاد إسماعيل إبراهيم ابن محمد علي باشا، ولد في يوم 11 فبراير سنة 1920. ولادته ما كانتش عادية خالص، ده أطلق خبر في رئاسة الوزراء وقتها، وكل الحكومة خدت أجازة في اليوم ده. فاروق كان أكبر إخواته، ومعاه 4 بنات أصغر منه، اللي هم فوزية وفايزة وفائقة وفتحية، وكان ليه اخوات تانية من ابوه بس ملناش دعوة بيهم. فاروق كانت طفولته صعبة شوية لانه ما كانش بيطلع من القصر يا عيني، لدرجة ان ابوه كان معين له مربية كانت صعبة جدا، اللي كانت بتمنعه ساعات من انه يشوف امه واخواته، وبتعترض على كلام ابوه الملك وتمشي كلامها هي، وما كانش بيلعب زي الاطفال لانها يعتبر كانت حبساه في البيت. عشان كده فاروق لما مسك الحكم طردها من البيت بسرعة. ابتدى فاروق يكبر وقتها، وانجلترا كانت عينها عليه عشان خاطر هو ولي العهد اللي هيحكم مصر بعد كده، وطلبوا من ابوه انه يروح يدرس هناك عشان خاطر ياخد عادات وتقاليد الانجليز. وراح فاروق بريطانيا وهو عنده 14 سنة، مع ان ابوه كان عايز يأجله لحد ما يبقى عنده 16 سنة، بس ما قدرش يرفض. وسافر فاروق، وكان مع مين في البعثة؟ كان معاه حسين باشا حسني، اللي يعتبر كان سكرتيره الخاص. حسين باشا حسني ده بقى كان مشكلة، هو اللي ضيع فاروق تقريبا، هو اللي علمه طريق المسارح والسينما والكباريهات والشرب والحريم وغيرها وغيرها، وهو اللي عرفه كل حاجة هناك، واللي كان بيعرضه هناك عزيز المصري نائب البعثة وقتها. ابتدى الملك فؤاد يتعب في مصر، وبريطانيا حست إن هو ممكن يموت، فشكلت لجنة مكونة من 3 أشخاص، أشهرهم كان الشيخ المراغي اللي هيبقى لينا حلقة عنه إن شاء الله، وابن عمه اللي كان عينه على الحكم. فاروق بقى لما عرف بمرض أبوه قرر إن هو يسافر عشان خاطر يشوف أبوه، ولكن بريطانيا رفضت، وبعد كده وافقت إن هو يسافر عشان خاطر كان لسه ما كملش تعليمه، بس ملحقش، ومات الملك فؤاد سنة 36. فقرر فاروق إن هو يرجع مصر، ورجع ومسك الحكم هناك، وعين حسين باشا حسني سكرتيره الخاص في مصر. وقال حسين باشا حسني في كتابه سنوات مع الملك فاروق إن اللي اتعمل للملك فاروق في تنصيب حكمه ما كانتش حفلة عادية، لا، ده كان زي مهرجان وعيد. ومن بعد ما مسك الملك فاروق الحكم عمل حاجات كتير جدا، لو قعدت من هنا لبكرة أذكر فيها مش هتخلص، بس هقولك على أهمهم. يعني مثلا كان بيجيب كتير من العرب والأفارقة يدرسوا في الأزهر في مصر على حسابه الخاص، وكان بيتبرع للجمعيات الخيرية من حسابه الشخصي. مش بس كده، ده كمان هو اللي عمل القناطر، وهو اللي عمل نقابة المحامين، وهو اللي عمل دار الصك للنقود، وغيرها 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 كتير. ومن حبه بقى للمسرح والسينما عمل نقابة المسرح اللي هي نقابة الممثلين حاليا، وعمل كمان أول معهد للفنون المسرحية اللي هو موجود لحد دلوقتي، وحاجات تانية كتير. لحد سنة 42 كان وقتها الحرب العالمية، والجو كان مكهرب في العالم كله، حتى مصر كانت الدنيا شايطة على الملك فاروق. فجه السفير وضغط على الملك فاروق بإنه يجيب مصطفى النحاس يشكل الحكومة كلها بعد ما حصل القصر، بس من غير ما يتدخل فيها، يا إما يسيب الحكم. وفعلا وافق الملك فاروق إن هو يجيب مصطفى النحاس اللي كان رئيس جريدة الوفد وقتها، لأنهم كانوا عايزين حكومة الشعب يحبها ويرضى عنها، ويقدر فاروق وقتها يسيطر على أجواء جوه مصر. وفعلا ده اللي حصل. بس خلينا بقى ننتقل لحياة فاروق الشخصية. ولو دورنا في حياة فاروق هنلاقي إن هو اتجوز مرتين في العلن، بس مالناش دعوة باللي في السر بقى. أهمهم كانت جوازة الملكة فريدة اللي كانت حب عمره، واستحملت معاه كتير جدا، حتى بعد ما مات كانت بتدافع عنه هي، وهي اللي طلبت من السادات إن ينقلوا جثمانه جنب أبوه زي ما كان طالب، بعد ما رفض عبد الناصر إن هو يدفنه جنب أبوه. فاروق خلف منها 3 بنات. أما بقى عن الجوازة التانية كانت من الملكة نريمان اللي كانت سنة 51، اللي جابت له الولد اللي كان بيحلم بيه، بس يعني الولد ملحقش يتنى بالحكم لأنه كان ولي العهد، لأن سنة 52 قامت الثورة اللي كان عاملها الضباط الأحرار. فاروق كان عنده مشاكل كتير قوي في البيت بسبب أمه اللي اتجوزت أحمد حسنين باشا، اتجوزته عرفي، واللي قتلوا فروع على كوبري قصر النيل ومحدش عرف عنه حاجة. الملك فاروق بعد ما قامت الثورة اتنفى إيطاليا هو ومراته الملكة نريمان، ولم حاجته كلها في 22 شنطة، وخد معاه حوالي 5000 جنيه مصري، وبيقولوا كان حسابه في البنك حوالي 20,000 جنيه، بس ما تستهونش بالرقم لأن الجنيه وقتها كان عامل لوكشة دولارات.
الملك فاروق لما راح هناك قضى حياته كلها أكل وشرب وسهر بطريقة فظيعة وببذخ، مع ملك بقى ومتربي على عز. ومرات الملكة نريمان قعدت معاه لحد ما زهقت منه، فسابته ومشيت وقررت ترجع مصر بعد ما أخدت إذن من السلطات المصرية، ووافقوا إنها ترجع مصر تاني بس من غير الملك فاروق، وكملت حياتها هناك. فاروق بقى فضل في حياة الأكل والشرب والبذخ دي كتير جدا، لدرجة إن هو كان بياكل كمية أكل ما ياكلهاش 5 ولا 10 أشخاص، لدرجة إن هو قال إن هو محتاج معدتين على معدته عشان خاطر يقدر ياكل. لحد يوم 18 مارس في سنة 65 كان قاعد هو أشخاص في مطعم في إيطاليا بياكلوا وبيشربوا، فنزل له الأكل وكان معاهم كوباية عصير جواف. أكل الملك فاروق الأكل وشرب كوباية العصير واتكل على الله مات. وطلع خبر وفاته إن هو مات بسبب الأكل اللي كله، بس في الحقيقة العصير كان مسموم اللي له ناقص في المخدرات وقتها. واتدفن الملك فاروق في مصر، بس جمال عبد الناصر رفض إن هو يدفن جنب أبوه زي ما كان طالب، كان خايف منه عايش وميت. وبكده تكون حلقتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.